مستعمرة الجذام في ميسان، هذا المكان الذي نفي فيه المئات ليلاقوا حتفهم بعيدا عن الناس. هذه المستعمرة بعيدة عن مركز محافظة ميسان، فهي تقع في المنطقة الحدودية مع إيران. بقي 6 أشخاص بعدما كانوا أكثر من 50 مريض في هذه المستعمرة كما يطلق عليها في ميسان. الموت يحصد أرواحهم بين فترة وأخرى. هذا المكان المنسي لا يتلقى أي رعاية حكومية، وهؤلاء المرضى يحصلون على المساعدات من العوائل التي تسكن في المنطقة الحدودية. هذا ماكو عندنا من أول الثورة هذا يوم الله يكتب فينا السموم مضين، ما حد يقول أنا عيناك. هاي وحدة. الماء شح علينا لما نظل بغير ماء ونقوم ندخل والطيبين يجيبونا ماء. ثانيا نوبات انظر والله العظيم يوم يومين بغير أكل. مرض الجذام من أخطر الأمراض التي تفتك بالبشر عن طريق تآكل الأطراف ونخر العظام، وينهي حياة المصاب خلال مدة زمنية غير محددة. وفي دول العالم يوضع المصاب بهذا المرض في مستشفيات خاصة ويقدم للمصاب كل الخدمات، على العكس مما يحدث في هذه المستعمرة، حيث تركت وزارة الصحة والجهات المسؤولة هؤلاء المرضى لقمة سهلة للموت البطيء. ويعطونها نظات وما يعطونا منها، وين ضحكوا علينا يا اخوي؟ انا لحاجيك يجون يرضون يعطونا. من يتعرض لمرض خطير صعب المعالجة في العراق يترك في صحراء معزولة بعيدة ينتظر الموت الذي قد يزوره في أي ساعة. هذا الحال ينطبق على هؤلاء المرضى الذين ينتظرون الموت في هذه المستعمرة. طالب البديري، الفيحاء، ميسان.